تعالوا نشوف ازاي فيديوهات عجول بتجري وحلقات كرتون نقدر نحسن الانجليزي بتاعنا. يلا بينا. الناس العاديه بتتفرج على الفيديوهات دي وتضحك، ولكن لاننا مهووسين بالانجليزي وعايزين نطور اللغه هنتفرج ونتعلم. اسالني ازاي؟ اسالني. هنعمل براكتس اسمه كومنتري، وهو اننا هنشوف الحلقات ونعلق عليها بالانجليزي، وده هيخلينا نستحضر الفوكاب ونظبط الجرامر وكمان نظبط النطق. فهو زي تمرين لعقلنا ان احنا نتكلم انجليزي. هات لي اول عجل ويلا بينا. ده عجل. لا مش ده، قصدي ده. تعرف يعني ايه عجل بالانجليزي؟ عجل يعني بول، بالظبط زي ريد بول، بالظبط اللي هو المشروب اللي احنا بنشربه ريد بول. هي ترجمتها حرفيا العجل الاحمر. انا ما اعرفش ايه علاقتها بالمشروبات، ولكن ما علينا، قشطه. يلا بينا. العجل مش مربوط وبيجري ورا الناس في الشارع. عايزين نوصف المشهد ده بالانجليزي. The bull is loose. The bull العجل is loose. loose يعني حر. And it is chasing people. بيطارد الناس. In the street في الشارع. In the street. The street بتاخد in عشان احنا تقريبا في العربي بنقولها نفس الكلام في الشارع. In the street. الناس بقى مرعوبين وبيجروا. هنقولها ازاي؟ People are وverb انت ممكن اول مرة تسمعه freaking out. freaking out يعني مذعورين او مرعوبين. طيب عايزك بقى توصف لي المشهد ده في الكومنتس تحت بالانجليزي. ممكن مش كل الناس يعرفوا التوم بالشكل ده، معظم الناس شافته بالشكل الجديد اللي هو ده، لكن هم كانوا راسمينه كده اول ما الكرتون بدأ خالص. تعالوا نشوف بقى جيري هيبقى عامل ازاي ونعمل شويه كومنتري كده على توم وجيري. اول حاجه توم ماسك جيري من ديله وجيري بيحاول يهرب، فتوم is holding ماسك is holding جيري from his tail. من ديله يعني from his tail. from من. and Jerry is trying to escape بيحاول يهرب. is trying to escape. escape يعني يهرب. عايزين بقى نقول ان توم اسرع من جيري. توم is faster. لما نعوز نقارن حاجتين ببعض بنحط الصفه ونضيف لها er. توم is faster. I am better. He is taller. فبنحط الصفه ونضيف لها er. بعدين بنحط than. He is faster than me. He is taller than me. فتوم is faster than Jerry. faster than صفه زائد er زائد than. تقدر بقى توصف لي المشهد ده؟ شايفك وانت مش عارف تقول حاجه ولا عارف توصف المشاهد. ما تقلقش، الكومنتري ده اخر خطوه خالص في تعليم الانجليزي. لو عايز بقى فيديو بيوصف لك خطوه بخطوه ازاي تتعلم انجليزي من اول ما تبدا لحد الاحتراف، شوف الديسكربشن.